تقريبا كلنا او غالبيتنا نحب نتصور سيلفي لما نزور مكان جميل او بمناسبة معينة او نصور حد عزيز علينا، ونحب بعد ما نصور اننا نحط بعض الريتاتش كذا على الصورة عشان نطلعها بشكل اجمل. فاليوم بنتكلم عن افضل التطبيقات اللي ممكن تستخدمها عشان تعمل ريتاتش على صور البورتريت. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. بداية اعتذر عن انقطاعي واعتذر الان لو في صوت جانبي، لانه في جنبي مشروع كذا وفي تكسير وتدمير وتحفير، فلو في صوت جانبي تسمعوه عن دغدغه وكذا اعتذر، لانه ما حبيتش ان انا اطول بالتأخير عن الحلقة فوق ما انا تأخرت اصلا، وبنفس الوقت مش معي مكان ثاني ان انا اصور فيه، فتحملون الحلقة هذه والحلقة الثانية ان شاء الله يكون الصوت افضل. فحلقة اليوم بنتكلم عن واحد من أجمل وأفضل محاور التصوير، وهو تصوير البورتريت. تصوير البورتريت واحد من أهم أنواع التصوير لأنه يدخل في كثير من المحاور. تصوير البورتريت ممكن يدخل في تصوير حياة الشارع، ممكن يدخل في تصوير الموديلينج، ممكن يدخل في التصوير الدعائي الرياضي، ممكن يدخل في عدة محاور، لهذا هو مهم جدا. فاليوم بنتعرف على أفضل التطبيقات اللي ممكن تستخدمها لمعالجة هذه الصور، سواء صورت بالكاميرا أو صورت بموبايل. بس حلقة اليوم بتكون عبارة عن الجزء الأول من 3 أجزاء، جزئين إن شاء الله بينزلوا على قناتي باليوتيوب، الجزء الثالث بينزل بعد ما ينزل الجزء الثاني مباشرة على الستوري عندي بالإنستغرام، بيكون عبارة عن رد عن تساؤلاتكم لو في أداة ما افتهمت لكم أو مش واضحة بشكل أكبر لكم علشان أوضحها لكم، أو لو عندكم أي سؤال بخصوص البورتريه فبحاول أن أنا ألخصها وأعمل عليها فيديو خفيف، إضافة إلى بعض الأدوات اللي بتكلم عليها بتطبيقات ثانية، وبعمل لها فيديو صغير بالستوري عندي بالإنستغرام وبحفظها على شكل هايلايت. فلو أنت عادك ما ضفتنا بالإنستغرام ضيفنا، بحط لك رابط حسابي في الديسكريبشن. والآن خلونا نبدأ ونتعرف على تطبيق اليوم ونشوف أهم أدواته وكيف ممكن نحن نستخدمه ونعمل الريتاتش. طبعا تطبيق اليوم اسمه فيستون 2. التطبيق ذا له اصدارين، في فيستون عادي بدون رقم وفي فيستون اللي هو الاصدار الثاني 2. ففيستون 2 هو افضل من التطبيق الاول وفي ادوات اكثر ومزايا اكبر. فخلونا نتعرف على واجهة التطبيق. طبعا اول ما تفتح التطبيق معك هنا اللي هو مكان اضافة الصور، طبعا في معك الديمو فوتوز اللي نحن اخترنا منه علشان يكون الصورة واضحة ونطبق عليها بشكل اكبر، وهنا ممكن ترجع للالبوم وتشوف صورة من صورك وتضيفها. وهنا معك لو انت تحب تتصور سيلفي وتعمل، الحلو بالبرنامج انك ممكن تتصور سيلفي باعدادات البرنامج، يعني تعمل اعدادات. طبعا الضوء بس هنا شوية مشكلته، فممكن انك تتصور بالبرنامج وانت مضبط الاعدادات على ما هي يعني كأنك بتعمل اعدادات يدوية بس بخصوص البورتريت. فخلونا نتعرف اول حاجة على الادوات اللي هي الاهم. اول ما تفتح معك هنا حاجة اسمها ريتاتش. الريتاتش هنا في حاجة اسمها الهيل اللي هي زي الهيلينج اللي بالسناب سيد، ومعك الويثن اللي هو تبييض، وسموث وسموثر اللي هو تنعيم وتنعيم اكثر، تكستر معروف حاجه زي النويز كذا او اشياء كذا زي التحبيب، الديتيلز والشاربين والستراكشر اللي هو خاص بالوضوح والكليرتي اللي هو التفاصيل اقوى، الجلو لمعان، هذه الكونكيل والميت وهذه الاشياء خاصه لو انت تحب تعمل زي البلر على الخلفيه عن طريق البرش. ومعك الفايبرنس اللي هو الالوان او حيويه اللون، بلاك اند وايت هذا معروف، وهذا عباره عن اشياء لو تشي تعمل كول داون او فيكس شادو، يعني تعمل اصلاح لنقاط الشادو. فخلونا نتعرف كيف ممكن نحن نعمل. مثلا اللي هي في هنا شوف انا اخترت هذا الشخص لانه هو مليان كذا في حبوب واشياء، فممكن نحن نطبق عليه بكل وضوح. خلونا نرفع اضاءة التلفون بس. فشايفين الحبوب هذه، فاول ما تضغط على الهيل في معك برش ومعك هنا ممحة، فترفع كده تعمل زوم على مثلا الحبة اللي طالعة عليه وتعمل لها كذا برش، تلاحظ انها اختفت. شايفين؟ وممكن انك تصفي البشرة بطريقة هذه. انا الان ارويكم بس على خد والخد الثاني،
بالطريقة هذه. شايفين هذا الفرق؟ وهنا لو انت تشي ترجع زي ما كان فتروح تعمل لهم امحاء ويرجع كل شيء زي ما كان. الوثن اللي هو التبييض، مثلا انت تحب في سنونه شوية صفار فممكن تعمل كذا تلاحظ انهم تبيضوا، وهنا تتحكم في درجة البياض. فشايفين بهذه الطريقة. السموث اللي هو التنعيم، لو انا احب انعم هذا المكان فاضغط عليه. سموثر اللي هو هنا ممكن انه يكون تنعيم بشكل اكبر. شايفين هذا ينعم بشكل اكبر. طيب في حاجة ممكن ان انا اعملها وتوفر علي الوقت. البرنامج ذكي جدا يعني بشكل رهيب. فانت ممكن اول ما تفتح الصورة تعمل هنا في حاجة اسمها اوتو، فاول ما تضغط اوتو شايفين يعني يعتبر انه اختصر لك نص المسافة. انت بس بعدين تعدل على الاشياء اللي تحب تضيفها. يعني مثلا بعد ما اضاف لك كذا هو راح عمل لك التنعيم زيادة، راح خفف التنعيم شوية. ممكن الهيل تروح تبعد انت الحبوب هذا او الكلف او اللي ببشرته بالطريقة هذه. وتصير معنا الصورة بهذا الشكل. شايفين هذا قبل، هذا قبل وهذا بعد، هذا قبل وهذا بعد. يعني اعتقد الفرق واضح. هذه اول خطوة من خطوات الريتاتش. هنا معك السموث، قلنا هنا الديتيلز، هنا اللي هو التفاصيل. شوفوا اول ما يزيد بتلاحظ انه الاماكن اللي فيها تفاصيل تنزاد معانا. الاستراكشر نفس الفكرة، عن طريق البرش ممكن انك تزيد. الجلوينج اللي هو اللمعان ممكن انك تخففه شوية. بتلاحظ ان الوجه فيه زي اللمعان كذا فتخففه شوية. هنا برضو نفس الفكرة قلت لكم بالنسبة زي البلر، فانت لو عملت كذا برش بتلاحظ انه في اماكن بدأت زي اللي تنطمس، فنحن مش محتاجينه. الفيكس شادو هنا بتلاحظ انه لاحظوا تحت العين. شوف انت اول ما ترفع شايفين في اماكن اللي لما بتصور الجفن ذا بيعمل انعكاس هنا شادو خفيف على العين، بالذات لو كانت الشمس عمودية. فالفيكس شادو هذا بيبعد لك السواد هذا اللي تحت العين. اداة جميلة جدا. وهنا الفيكس تون اللي هو بيحاول يصلح لك درجة اللون، فانت لو ضغطت هنا بتلاحظ انه يحاول يصلح لك درجة اللون. فبعد ما تنتهي تعمل اشارة صح. الفيس هنا واحد من اجمل الادوات برضو. معك هنا ممكن الفيس بشكل عام، معك السمايل انت ممكن تخليه يضحك، ممكن تخليه طبيعي. معك هنا اللي هو الدقن، شوفوا كيف تتحكم في حجمه بحيث انك تضبط ابعاد الصورة. لانه بعض الاحيان بعض العدسات تعمل اخطاء بؤرية يسموها في الوجه، فيا اما تخليه زي المفلطح او تخليه يعني مقعر بشكل كبير. فالافضل انك تحاول تصلح هذه الاخطاء اذا في اخطاء. اذا ما فيش اخطاء خلي الصورة زي ما هي. هنا معك الويدث اللي هو عرض الوجه، فممكن انت كمان تتحكم في عرض الوجه. شايفين هذا. ونفس الفكرة بالنسبة للآيس والنوز والأيبروز، الحاجب واللبس. وممكن انك تكبر الشفايف، تعمل لهم نفخ مثلا. شايفين مش محتاج لدكتور تجميل، ممكن ترفع توطي، تتحكم بالوجه بشكل عام. العيون نفس الفكرة، ممكن انك تكبر العين تصغرها، ممكن انك تعرضها، تتحكم في العرض، تتحكم في الطول، تتحكم في الشكل، تخليها كذا تخليها كذا. ممكن تتحكم في الديستنس اللي هو المساحة بين العينين، يعني تكون قريبة او بعيدة. بعد كذا معك الريشيب اللي هو برضه خاص باصلاح العدسات، ممكن انك تشوف بالشكل هذا. هنا معك الفلتر. طبعا البرنامج فيه فلاتر جميلة جدا وكثيرة جدا. طبعا شوفوا كل صورة من هذون فيها فلاتر، طبعا مش كل صورة يعني خلاص فلتر. يعني هذا الشخص مثلا الأوسيوس تضغط عليها يفتتح لك فلاتر، تضغط هنا ينضغط لك فلاتر ثانية، تضغط هنا ينضغط لك فلاتر ثانية. ففي فلاتر كثيرة جدا ومجاني جدا
واذا اشتريت طبعا التطبيق بتلاقي على مزايا اكبر ممكن تنفتح لك. فهذا هو. في معك بعد كذا البينت هذا لو انت مثلا تصور مثلا تشي تعمل مكياج، ممكن انك تعمل حامورة، تعمل او احمر شفاه باللغة العربية الفصحى. فمثلا نحن نحب ان نحمر شوية شفايفه، وتعمل بينت هنا وتختار اللون الاحمر مثلا ذا، وتروح على الشفايف وتشوف كذا وتشوف كذا، ترجع على الممحى تمسح الاماكن الزايدة. فممكن نحن نعمله كذا بس بالنسبة لانه رجل، فبس عشان يكون في تفاصيل في الصورة فنعمله بالشكل هذا كافي. وفي معك هنا اشياء برضو خاصة بالرموش واشياء يعني كله خاص بالمكياج بشكل عام. في معك هنا الريلايت دي واحدة برضو من اجمل ادوات البرنامج، اللي هو ممكن كأنه معك انت مصدر اضاءة وانت بتصور الشخص، وتتحكم بمصدر الاضاءة فين تشتي. ممكن تخليه هنا، ممكن توديه هنا، ممكن تضيء وسط الوجه، ممكن تنزله من تحت كأنه معك. ما تشوف حتى لما تنزله يصير فيه شادو، يعني كأنه مصدر اضاءة حقيقي موجود معك، والموديل عاده قدامك يعني تصوره. فممكن انك تضبطه. هنا تتحكم بقوة الإضاءة، ممكن تخليها بس حاجة بسيطة كذا. وهنا تتحكم بنعومة الضوء، إذا أنت كذا يكون الضوء يعني قوي، وهنا يكون الضوء ناعم زي السوفت بوكس. الآيس ده قسم خاص في العيون، فممكن أنت أول ما تضغط على الديتيلز هنا، أول ما تفتح كذا تلاقي إن العيون زادت اللمعان فيها أو زادت التفاصيل فيها بشكل واضح جدا. فحاول انك ما تزيدهاش على 15 الا لو كانت يعني اوت اوف فوكس، ممكن انك تعملها بشكل، بس هي لو كانت اوت اوف فوكس البرنامج بيلاقي صعوبة انه يتعرف عليها. فلازم صورتك تكون مضبوطة، اضاءتها مضبوطة. وده تكلمت عليه في درس الاضاءة، كيف انك تاخذ الاضاءة وتخلي مصدر الاضاءة فين من اي حاجة تصورها. لو عندك ما شفت الحلقة روح شوفها. تخلي مثلا كذا، وهنا ممكن انك تعمل له لينس، ممكن انك تغير لون عيون الموديل ويطلع لك تنتين يعني لينستين. وبعد كذا تروح تضغط على الدائرة تلاقي انك تقدر تتحكم في حجمها بالشكل هذا لين ما تضبط معك على العين مباشرة. هنا معك الريفليكشن، ممكن انك تعمل انعكاس على العين. لو تلاحظوا انه في زي النقطة كذا ظهرت، وهنا تختار شكل الانعكاس فين يكون. بعض الأحيان يعني من شوف بهذا الشكل، شايفين؟ أعتقد واضحة جدا. فأنت تختار إيش نوع الانعكاس اللي تحبه. الريد آي نفس الفكرة. الريد آي خاص، ممكن إنك تعمله على العين العادية، بس هو مناسب جدا لما تصور بفلاش. احيانا تصور بفلاش تلاحظ انه زي النقطة الحمراء ظهرت في العين، فهذا الأداة هذه تصلح هذه المشكلة، والافضل انك ما تصورش بفلاش. الوايب هنا معك تعمل مثلا زيادة، شايفين نفس الفكرة برضو، يزيدها يخلي العين بارزة شوية. وهنا تخليها كلير، هي خاصة بالوايب وخاصة زي الديتيلز. بعد كذا تروح على الكروب، هذا معروف طبعا، اقتصاص وروتيت والاشياء هذه معروفة جدا. اللايت افكس هذه الاداة برضو جميلة جدا في بعض الصور، ممكن انك تضيف اشكال زي هذه شايفين، زي الانعكاس، زي اشياء كثيرة جدا. ممكن انك شوف زي هذا مثلا لمعة شمس، ممكن تخليه كذا بشكل خفيف وتعمل اشارة صح. ممكن هنا تتحكم في يعني تعمل له فليب، تحولها من اليسار لليمين، نخليها كذا مثلا. وبعد كذا هنا معك الفينيت، برضو هذه انا دائما استخدمها في كل التطبيقات لانها جميلة جدا وبتسحب عين المشاهد بتلقائية الى الهدف الرئيسي. فممكن تتخليها بالشكل هذا، شايفين هنا تتحكم شوف كأنها ما صارت، يعني هنا كانت واضحة، اول ما تعمل تتحكم في السوفتنس حقها تصير كأنها كده سموث وطبيعية جدا. والكورنر هنا برضو نفس الفكرة، تتحكم في الكورنر، فانت خليها كده بس جميلة جدا.
الباتش نفس فكرة الهيل اللي عملته في البداية، بس ايش الفرق بين الباتش والهيل؟ الهيل انت لما تعمل اشارة على المكان الحبة او شيء يخفيها على طول. الباتش اللي هو يروح يعمل كوبي من مكان ثاني من البشرة. يعني مثلا لو رحت انا عملت على ذا المكان، شايفين؟ شوف بيروح بيعمل كوبي من المكان ده. لو رحت عملتها مثلا انا هنا، بيروح هو يختار البرنامج مكان صافي ويعمل له كوبي. ممكن زي كذا. وبعد كذا تتحكم هنا بالاوبسيتي والفليب والسوفتنس، نفس الفكرة. بعد كذا معنا التاتش اب، نفس الفكرة. التاتش اب ممكن تعمل اوتو، شايفين؟ نفس فكرة البداية، وفي اشياء مقاربة للبداية باختلاف بسيط جدا. والبريزم اللي هو لو تعرفوا اللي شكل البريزم ده اللي تصوره يعمل لك اشكال كذا، ممكن في يعني شفت لما تصور وانت حاطط زي البريزم على العدسة او حاجة زي كذا، فيعطيها هذا الموشن. شايفين تلاقت الصورة كذا زي المسحوبة، كأنك عملت سحبة للزوم اللي زي يسموه زوم شتر او شتر زوم. وهذا هو التطبيق. هذه الصورة قبل، هذه الصورة بعد، اعتقد واضح جدا. ممكن انك تضيف لها فلتر معين علشان تحسنها. مثلا نخليه هذا الفلتر او هذا او هذا، فتختار الفلتر المناسب لك، مثلا هذا. وهذه الصورة تصير قبل وهذه بعد، اعتقد فرق واضح جدا. شايفين؟ بعد كده تروح تعمل هنا وتعمل save to camera roll علشان تحفظها بأعلى كواليتي. في معك تضغط هنا على الدائرة اللي هنا وتروح على السيتنج وتروح على الاكسبورت كواليتي. انا مخليها TFF لان بعض الاحيان اعدلها على برنامج ثاني، فالافضل انك تخليها نورمال JPEG وتطلع معك بافضل كواليتي. وهذا كان تطبيق اليوم، وان شاء الله يكون افادكم. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أتمنى تكون الحلقة أفادتكم. حاولت بقدر المستطاع أن الحلقة ما تكونش طويلة، بس البرنامج فيه أدوات كثيرة جدا زي ما أنتم شايفين، فحاولت أن أنا أختصرها عشان الحلقة ما تكونش طويلة مملة. فلو في أي أداة شفتها أن ما شرحتها بشكل واضح حط لي في الكومنت أو راسلني على حسابي في الانستغرام علشان ألخصها عندي في الجزء الثالث اللي بنزله بالستوري. ففي حاجة كمان اشتي أتكلم عليها قبل ما أنهي الحلقة، واللي هي في بعض المتابعين او يطلبون ان انا انزل شرح عن تعديل صورة معينة من تصويري. صدقنا يا عزيزي، انا لو نزلت تعديل صورة معينة ما بيفيدكش بحاجة زي ما انا اشرح لك التطبيق. في مثل يقول لا تعطينا سمكة ولكن علمنا كيف اصطاد. فالافضل انك تفهم البرنامج كيف يشتغل، الافضل ان انا افتح لك رموز البرنامج، كيف تشتغل ادواته، كيف تستفيد من كل اداة، ايش اهمية كل اداة. بعد كذا انت تطبق على صورك، لانه اعدادات اللي انا استخدمته او التون المعين اللي انا استخدمته على صوري ناسب الصورة دي بالاعدادات دي بالاضاءة دي بالوضعية دي في المكان ده. فحتى انا لو استخدمت نفس الاعدادات في صورة ثانية ما بطلعش بنفس الجودة او بنفس الجمال. فالافضل ان انا اشرح لك واجهة التطبيق، الافضل ان انا اشرح لك ادوات التطبيق، وهذا بعدين يعود الى هوايتك، يعود الى مدى ابداعك، الى مدى انت كيف تغذي بصرك، كيف تحاول انك تطور من نفسك. وصدقنا هذا بيكون افيد لك بمراحل كبيرة جدا. نهاية الحلقة اتمنى انكم تدعمونا. اشترك في القناة اذا عندك اشتركت، اعمل لايك، حط لي تعليقك، سؤالك، اي حاجة تحطها، اقتراحك او اي فكرة في راسك اكتبها لي في كومنت، وشارك الحلقة مع كل اصحابك وعلى حساباتك. واذا نشرت الحلقة على حسابك في الانستغرام اعمل لي منشن وانا بنشرها عندي في الستوري. ضيفونا على حساباتي ونشوفكم على خير في الجزء الثاني في كيفية معالجة صور البورتريه. تحياتي.